ازاي تقدر تبيلد البيرسونال براندنج بتاعك النهارده في 2026؟ اللعبه اتغيرت تماما، فلو انت مهتم بالكونتنت ده ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل زرار الجرس. طيب احنا زمان من 5 سنين تقريبا كنا بننصح الناس انها تسمي المشاريع باسماء مختلفه عن اساميها، وده كان بسبب انه الترند كان كده، الناس بتحب تتعامل مع منظومات مش مع افراد. ولكن في 2026 اللعبه اتغيرت تماما، الناس بقت بتحب تتعامل مع الاشخاص اكتر من المنظومه. فلازم تبقى عارف انه المنظومه بتاعتك لو انت بنيتها، وليكن مثلا انا شخص عندي شركه اسمها لوكيشن، فالناس مش هتبقى حابه انها تتعامل مع المنظومه الاسم بتاع لوكيشن اكتر من انها لازم تتعامل مع شريف عبد المنعم. فلازم اسمك يبقى منور عشان تعرف تبيع الشركه بتاعتك او السيرفيس بتاعتك اللي انت هتبيعها للناس، ايا يكن بقى السيرفيس اللي انت بتبيعها دي ايه. فكل اللي انت محتاجه ان انت لازم اول حاجه لازم طبعا تقدم كونتنت على البلاتفورم بتاعتك، ولازم يبقى عندك بلاتفورم باسمك، ولازم يبقى عندك اودينس او جماهير مستنيه تسمع انت بتقول ايه او رايك في الحاجات دي ايه. وعشان توصل للنقطه دي فانت لازم تبني علاقه بينك وبين الناس تبقى حقيقيه، علاقه ما فيهاش تكلف، انت مش مصطنع. لازم تطلع للناس بشخصك وبذاتك وبعقليتك وتوريهم قد ايه انت مختلف، وانهم يحبوا يتعاملوا معاك او حتى يشوفوك صدفة في الشارع. لو قدرت توصل للنقطة دي فاوعدك ان انت هتبقى مختلف تماما، وهتوصل لنقطة مختلفة تماما، ومش هتتصنف انك بتبيع منتج او خدمة، هتتصنف انك شخص نادر الوجود، والندرة هي اللي بتصنع الفلوس. فلازم تبقى عارف النقطة دي كويس جدا. طيب اعمل ده ازاي يا شريف؟ كل اللي انت محتاجه ان انت لازم تشوف نقط قوة عندك تقدر توريها للناس او تقدر تحكيها للناس. الستوري تيلينج بتاعك، ازاي انت بدأت كده ووصلت لكده وتغيرت كده وفشلت في وقت من الاوقات كده، وتوري ان انت بني ادم عادي زي ما بتنجح زي ما بتفشل، مش خارق للطبيعة، يعني مش بتطير، مش بجناحات، لا انا بفشل عادي وبقوم وبقف على رجليا تاني، وازاي استفدت من فشلك دوت لو استفدت منه في حاجة. البيرسونال براندنج محتاج مواظبة، محتاج مذاكرة، محتاج انك كل شوية يبقى عندك كوميتمنت والتزام ناحية الناس بتاعتك، ان انت تبدأ تقول لهم وتطلع لهم كل شوية تقول لهم الحاجة دي بتحصل 1 2 3، انا حياتي بقى فيها 1 2 3، انا دلوقتي بعمل 1 2 3 بالطريقة 1 2 3. هو ده اللي هيخليك توصل للناس بشكل قوي جدا. الحاجة التانية، طب ما هو اي حد ممكن يعمل بيرسونال براندنج لنفسه، صح؟ لو هو فاهم. طب لو هو مش فاهم ومش دارس سيكولوجية الناس ومش عارف الناس بتفكر ازاي، ومش فاهم ازاي يأتراكت الناس ليه، وازاي يقول الكلام انه يقدر يأتراكت الناس وتقعد تسمع الكلام ده بشكل كويس، فلازم يستعين بناس اوريدي هم عندهم السكيل دي عشان يبنوا له البيرسونال براندنج. وده احنا بنشوفه في كل الناس. انت لما تيجي تشوف لعيب كورة هتلاقي وراه ناس بتقول له تتكلم ازاي قدام الكاميرا وما يتكلمش ازاي قدام الكاميرا. لما تيجي تشوف محمد ابو النجا المستثمر العظيم الجميل الرائع، طلع في احد البودكاست قال لك انا دلوقتي معايا ناس بتعلمني ازاي البس، ازاي اقف قدام الكاميرا، ازاي اتكلم، اقول ايه وما اقولش ايه، لانه انا مش شاطر في الحتة دي وما بعرفش اتكلم وبقول كده وخلاص هباء. فدي صنعة. لازم تبقى عارف ان البيرسونال براندنج ده صنعة، ازاي تقدر تبيلد بيرسونال براندنج لشخص مش اي حد يقدر يعملها. لازم يبقى عندك نو هاو اكسبيرينس، لازم تبقى موجود في السوق، فاهم الناس، محتك بالناس، بنيت قبل كده كاركترز كتير اون سوشيال ميديا او بنيت بلاتفورمز كتير اون سوشيال ميديا، وبجد حققت معاهم نجاحات، مش بس ان انت بنيت لهم بلاتفورم وخلاص. وهي دي الصياعة، ازاي الكونتنت بتاعك يوصل كمان اورجانيكلي للناس من غير ما تدفع عليه فلوس. هو ده قوة البيرسونال براندنج. طب ليه ابني بيرسونال براندنج؟ لان انت بعد كده هتبقى انت البراند، انت السلعة. لما ابقى انا عايز ابيع اي شيء في الدنيا، عايز ابيع الساعة دي النهاردة، هلبسها لشريف عبد المنعم عشان عنده اودينس وعنده ناس بتتابعه. فلو شريف لابس الساعة دي فاكيد الساعة دي كويسة، انا هشتريها وهقتنيها واحب ابقى زيه، اقتدي بشريف عبد المنعم. لو فلان الفلاني لابس كريستيانو بيستخدم كلير للرجال في شعره، يبقى انا هستخدم الشامبو ده عشان ابقى زي كريستيانو رونالدو اللي مبهر وبيبهر العالم. وساعتها انت مش
مش هتاخد تمن السيرفيس، مش هتبقى مصور، مش هتبقى مونتير، مش هتبقى صاحب شركة، مش هتبقى مدير. انت هتبقى اكتر من كده، بتقدم فاليو اكبر من كده. هتبقى ماركتينج، جزء من الماركتينج بتاع اي شركة او برودكت او سيرفيس. لو اتحطيت في المكان ده ووجودك هيبقى ليه ثقل بيتم شراؤه بشكل منفصل. زي ما احنا مثلا دلوقتي بنمسك الدكاترة وبنحاول نعمل لهم دلوقتي البيرسونال براندنج ليهم ونخليهم يطلعوا ويجلو قدام الناس ويحققوا ريتش ويوصلوا للناس اكتر. ليه بنعمل كده؟ ليه الدكتور بيوصل لكده؟ ده دكتور، يعني ده دكتور خلاص، ده فوق وصل لقمة الهرم من العلم وكذا وكذا وكذا. ولكن الدكتور لوحده هيفضل دكتور بياخد في الكشف 600 جنيه، هيفضل مستني العيان انه يعيا عشان خاطر يجيله، هيفضل طول الوقت قاعد في العيادة وبيروح المستشفى وبيروح الشغل وبيجي من الشغل. لكن لما انا النهارده ابيلد بيرسونال براندنج لدكتور، فهو هيبقى وجه اعلامي للجهاز الفلاني الطبي. لما يوصل مصر، لما يجي الجهاز دوت، اجيب دكتور مجدي يعقوب يتصور جنب الجهاز عشان اقول انه قد ايه افيشنت وقد ايه مجدي يعقوب القيمه والقامه بيستخدم الجهاز الفلاني بتاعنا. فده ليه فلوس، ليه سعر مختلف تماما عن بيعتك لمهنتك او السكيل بتاعتك. لازم تبقى عارف حاجه زي كده. فانصحك ان انت في 2026 لازم تبني البيرسونال براندنج. انت ما عندكش اوبشن، يا تبني البيرسونال براندنج يا تتحط على الدكه تبقى زي اي حد ماشي في الشارع. ولو عايز تعرف اكتر عن ازاي تبني البيرسونال براندنج، اكتب لي كلمه في التعليقات بيرسونال براندنج، وهبعت لك كتالوج ازاي تقدر تبني البيرسونال براندنج بتاعك وتستغله بشكل صحيح. اشوفكم على الف خير. ولو عجبك الفيديو او ادالك معلومه قويه، تنساش لايك، سبسكرايب، وابعته لشخص واحد عشان يستفيد من الفيديو ده اكتر. واشوفكم في حلقات تانية كتير. سلام عليكم.